هنعمل غدا في 10 دقايق، زي ما في حلو في 10 دقايق في غدا في 10 دقايق. يلا بينا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بطاطس، بصل، كوسة، أي خضار عندك، وبتنجان. لو مش حابة تضيفي عادي، بس هو بصراحة بيخلي الغدا جميل جدا ودايب، وبالذات الخضار تحسي ان ليه طعم مختلف. هنقطع البتنجان بتاعنا شرايح زي ما تحب، بس ما يكون مدور عشان احنا هنحط ما بينه لحمة مفرومة. هو نص كيلو. هنتبل البتنجان بتاعنا بهارات، فلفل اسمر، بابريكا، وملح. هنحط له رشة توم بودر كمان، ورشة بصل بودر. ونقلب كويس جدا، يعني ايه، لحد ما كل البتنجان يبقى متبل، علشان احنا مش هنقليه ولا هنشويه ولا اي حاجة، يعني ايه، كله على السريع. طبعا ما فيش اسرع من غير كده يعني. معانا بقى هو نص كيلو لحمة مفرومة بس، يعني نص كيلو هيعمل معانا ايه، صينية خضار باللحمة المفرومة تحفة، يعني هتكفي كتير وهتعمل غدا كويس يعني. هنتبل اللحمة بتاعتنا، بابريكا، لو حابة شطة حطي، فلفل اسمر، توم بودر، وبصل بودر، ونص معلقة سبع بهارات. حابة تضيفيها ماشي، مش حابة يعني ايه، اختياري. بس كده، ورشة توم. هنقلب بقى كل ده، نص معلقة ملح كويس جدا، يعني لحد ما كل اللحمة تبقى كلها لون واحد، والبهارات توصلها كلها. لو أول مرة تتابعوني، ده مطبخ سعاد، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. وشكرا على المتابعين الجداد، نورتوني. بس كده، هي خلاص كده خدت كل البهارات مع بعض. هنجيب صينية معانا وهنحط فيها شوية زيت، بس مش هنحط زيت تاني في أي حاجة خالص خالص، هو شوية زيت صغيرين دول، مش هنقلي أي حاجة يعني. هنجيب اللحمة على قد كرة صغيرة ونبططها، وبعدين نحط ما بينها بقى بتنجان، كوسة، بطاطس، زي ما تحبي يعني، مش رصة معينة. حابة تحب جنب بعض زي ما انا هعملهم عادي، يعني ايه، مش هتفرق يعني. بس هي كده عشان بتاخد كل طعم الحاجات مع بعضها، وكله بيبقى مرصوص جنب بعضه. هنعمل كل الكمية بنفس الطريقة، زي ما تحبي برضو، بطاطس، كوسة، جزر. زي ما تحبي حطي، يعني في حاجة مش عايزة تحطيها، مش حابة تحطي كوسة مثلا، شيليها واعملي بطاطس وبتنجان ولحمة. حابة تضيفي فلفل عادي، فهو ايه يعني، الموجود عندك الخضار اعمليه. انا ممكن اضيف مثلا بدل الكوسة بحط ساعات فلفل، ممكن اشيل البتنجان خالص واحط قرنبيط مثلا، اي خضار يعني. كان في كوستين هنزودهم. الصلصة بتاعتي، عملت فص توم على النار مع معلقتين صلصة وكوبايتين مية، يعني انا عايزاها تبقى ايه، الصلصة خفيفة عشان ما تبقاش صلصتها تقيلة قوي يعني. هنضيف البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل اسمر وبابريكا، شوية كمون، شوية بصل باودر، ونقلب كويس جدا عما كله يدخل مع بعضه. لو اول مرة تتابعوني، ده مطبخ سعاد، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. نحاول نقلب كل البهارات بتاعتنا عشان الصلصة يبقى البهارات بتاعتها مش فيها اي حاجة مكلكعة، وننزل بيها. هي بتبقى يعني مغلية، فعلشان كده هننزل بيها على البتنجان الاول علشان ما يسمرش، يعني ايه، بالمعلقة كده وتنزلي يعني. وطبعا انتوا هتحسوا ان هي عالية شوية الحاجات، بس اول ما تبدأ تستوي هتنزل عادي، يعني مش هتعمل اي حاجة. ونحاول ما نحطش الصلصة يعني ايه لحد الاخر، علشان وهي بتغلي في الفرن ما تنزلش في الفرن وتعمل ريحة او تحرق حاجة او كده يعني. وبعدين هنغطيها بورق زبدة، وبعدين ورق فويل، وعلى الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما تحمر وتستوي. نحطها تحت الشواية شوية. بألف هنا وشفا على قلبك. هنعمل بقى معاها شوية رز، حباية وحباية، ممكن تاكلوها بعيش، ممكن تعملوا جنبها مكرونة زي ما تحبوا. يلا تعالوا بقى ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم.
عايزه اقول لكم البتنجان بيبقى زبده جدا وما تخافوش منه، يعني ان انتوا بتحطوه من غير قلي ولا حاجه بيبقى طعمه جميل جدا ومفيش في اي حاجه يعني، كل الحاجات بتستوي يعني. صراحة مع الرز حباية وحباية بيبقى طعمه تحفة تحفة تحفة، يعني مش عايزة اقول لكم. تعالوا بقى يلا نسمي. بسم الله. الكفتة بتاعتنا او اللحمة المفرومة بتتقطع عادي واستوت. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها تحفة والخضار مستوي كويس، كل الحاجات مستوية مع بعضها. وبألف هنا وشفا على قلبكم، واشوفكم تاني ان شاء الله في مطبخ سعاد. شكرا من قلبي لكل اللي بيتابعوني، وشكرا من قلبي اللي بيتابعني لاخر الفيديو. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها. مع السلامة.